السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بقول لك عن قصة من قصص القطر اللي غيرت وتغيرت. قصة اليوم من أغرب القصص وأعجبها. قصة بدأت بمشوار بسيط علشان قطعة غيار، لكن انتهت بزواج وقطر وحياة جديدة ما كانت تخطر على بال أحد. هذا الشاب سعودي من القريات، واللي يعرف القريات في المملكة العربية السعودية يعرف إنها مدينة قريبة من الحدود الأردنية السعودية. الشاب هذا كان عنده سيارة، والسيارة تعطلت وتحتاج قطعة غيار مهمة جدا، وما لقى لها حل إلا خيارين: يا يروح الرياض يا يروح الأردن. فكر شوي وقال له: وش لي بالرياض؟ والرياض بعيدة، الأردن أقرب لي ومشوارها أهون وأسرع، أروح أجيب القطعة وأرجع بنفس اليوم. الشاب السعودي كانت نيته بسيطة جدا، ما في باله إلا إنه يصلح سيارته ويرجع لديرته، ولا كان يدري إن هالمشوار الصغير بيقلب حياته كلها فوق تحت، بينفضها نفض. يقول الشاب: في يوم قررت خلاص في هذا اليوم بروح الأردن أجيب هذه القطعة. يقول: صليت العصر وتوكلت على الله وركبت سيارتي ومشيت باتجاه الأردن. يقول: وأنا ماشي قلبي مرتاح ومطمن ونيتي طيبة ومعتبرها مجرد طلعة سريعة أرجع بعدها على طول. يقول: الطريق طويل والجو هادي. يقول: وأنا ماشي ولا الشمس مالت للمغيب خلاص، وباقي على أذان المغرب تقريبا نص ساعة. يقول: يوم دخلت الحدود الأردنية السعودية وعبرت وعديت المنفذ ويعني الجمارك وهالأمور وأحرس الحدود وهالأمور، يقول مشيت تقريبا 40 كيلو. كان الخط شبه فاضي، الخط ما في سيارات ولا في أصوات ولا حركة ولا شيء يكسر وحشة هذا المكان وهذا الطريق. سكون غريب وطريق طويل ممتد قدامك طوالي يخليك تحس إنك يعني لحالك في الدنيا. يقول: بنمشي إلا أشوف سيارة جيب واقفة على جنب الطريق وعندها حرمة لابسة عبايتها، والحرمة دي تلوح للسيارات اللي راجعة من الأردن. يقول: أنا في الطريق اللي رايح على الأردن، وشكل الحرمة تصرخ وتأشر بيدينها، وصوتها يا جماعة الخير يقطع القلب من شدة الرعب والانهيار اللي هي فيه، لكن ما في أحد يوقف لها. يقول: والله أول ما شفت المنظر قلبي انقبض، وحسيت إن الحرمة دي ما تستهبل، ما تسوي شيء. عارف في ناس يوقفون بالطريق يصدر لك حرمة، يوم تنزل تشوفها تبي تساعدها ولا تلقى 3-4 وراها ينتفونك ياخذون أغراضك وجوالك وهالأمور، يقول لك توكل على الله. فيقول: لما شفتها ما قدرت أكمل، حسيت إني بالفعل هذه المرأة تحتاج مساعدة. لفيت ورجعت لها. هو ماشي الحين على الطريق اللي رايح على الأردن، يقول: لفيت ورجعت على الطريق اللي ترجع للسعودية. وقفت عندها ونزلت وقلت: السلام عليكم، وش فيك يا أختي عسى ما شر؟ المسكينة كانت تبكي بكى يوجع القلب وتصيح، وعارف اللي تندب حظها وتقول بصوت مكسور: زوجي الحق علي، زوجي مات. تكفى زوجي مات الحق علي. يقول: وجهها شاحب وعينها مليانة خوف، والرجفة بيدينها واضحة، والرعب ماسكها من ساسها لرأسها من كل جهة. حرمة بروحها في طريق صحراء، ما في أحد، تأشر للناس ما يوقف، طريق مقطوع، وفجأة زوجها يطيح قدامها. كيف تكون حالتها تبي يعني؟ أكيد منهارة. يقول: قربت من السيارة ولا الرجال طايح جنبها ممدد على الأرض. الرجال ساكن تماما، لا حركة لا نفس لا استجابة. قلت أركض شوي، حطيت يدي على صدره وعلى نبضه وما حسيت بأي شيء، لا دقة قلب ولا حياة ولا حركة. هني تيقنت أن الرجال مات. فقلت لها بسرعة: ما عندنا إلا حل واحد. قالت: وش؟ قال لها: قومي ساعديني. يقول: رحت لسيارتي وجبت بطانية وفرشناها على الأرض وحطيناها على البطانية وحملناه. يقول: أنا من جهة الرأس وهي من جهة الرجلين. يقول: بصعوبة وتوتر، ريال مليان
شلناه وحطيناه داخل المرتبة الوسطى في السيارة حقته، حقت الشاب السعودي. يقول وركبت ولا الحرمة تبي تركب معي؟ قلت لها اسمعي، في سيارتكم في شيء غالي، فلوس، ذهب، أوراق؟ قالت والله معي شنطة. فقلت لها روحي جيبيها بسرعة. يقول جابت الشنطة وقفلت السيارة وركبت معي ومشينا. يقول والله أنا صرت سايق وخايف، والطريق ذاك الوقت يعني اللي أنا أعرفه شبر شبر صار ثقيل. يقول قلوبنا حنا الاثنين ترجف، والخوف يلحفنا ويلفنا، وهي طول الطريق تدعي وأنا ساكت، حس إني بحلم ولا بعلم. بس أفكر كيف أوصل بأسرع وقت. يقول حنا أهل القريات ندل طريق الأردن، نعرفها عدل مثل ما ندل ديرتنا. فيقول أنا أعرف الأردن وروحاتنا وجياتنا وايد، وأعرف أقرب مستشفى. فقلت لها شوفي، ما في إلا نروح المركز العربي لأنها أقرب وأشهر وأفضل مكان. فقالت روح. يقول وانطلقت، وصلنا بسرعة، نزلنا الرجال وقلت لهم هذه حالة إسعافية بسرعة، الريال طايح. يقول كان معي فلوس أو ثمن قطعة الغيار اللي جاي أشتريها من الأردن. يقول الفلوس جاهزة كاملة. يقول والله العظيم دفعتها بدون تردد. تعرفون المستشفيات الخاصة تدفع قبل لا تدخل المريض، ما في إنسانية. إنسانية هذه عند أمك في البيت، عندها لك. أما في المستشفيات لا، تدخل على قصاب مو على مستشفى. فيقول أول ما أعطيتهم الفلوس ولا دخلوا رجال الطوارئ، وبدت الأجهزة وضغط القلب وأسلاك ونبيب وأصوات أجهزة، والمشهد كله بين حياة وموت. يقول جلست في الاستقبال وأنا وجالس والحرمة جنبي زوجته. يقول ولا أسمع واحد يجيني من الطاقم الطبي يقول اسمع. قلت نعم. قال ترى الرجال حي لكن حالته خطيرة وبيجلس في الإنعاش أو العناية المركزة. فقلت الله يكتب اللي فيه الخير إن شاء الله. الأطباء ما كانوا يعرفون وش صلتي فيه، يحسبوني يعني ابن أخوه كذا، ولا يعرفون أنا منه بالنسبة له. يقول أنا واقف والتفت على يميني ولا حرمة الريال تطالع فيني كذا، تطالع فيني الحرمة نظرة كلها خوف وانكسار وضيقة. حسيت وقتها أني أنا ما أقدر أتركها لحالها وهي ما عندها أحد. يقول أصلا نظرات عيونها تقول لي لا تتركني، خلك معي لين بس زوجي الله يعافيه. فيقول أول ما شافتني نظرت لها فقالت لي برجاء وبكاء، قالت بالله عليك أرجوك تكفى ولا يرحم والدينك، لا تخليني أرجوك، بس خلني أتصل على أهلي من الرياض ويجون، وأنا بقول لهم يعني هذا الريال دفع وكذا وجزاه الله خير أنقذنا، لكن أنا الحين بروحي فتكفى لا تخليني. فكانت تقولها بصوت منكسر ودموعها تنزل وخوف يهزها من الداخل. الحرمة غير الريال. يقول بعدها قالوا لها بالمستشفى ما في مرافقة مع زوجك هنا، فدوري لك سكن برا. يقول الولد والله ما قدرت أخليها وحدها. فيقول لنا أقارب عائلة أردنية قديمة، يعني صلة قرابة قديمة، والحرمة هذه الأردنية يعني حرمة كبيرة بالعمر وعندها بناتها، يعني نصير عليهم من باب صلة الرحم، وبيننا معرفة وصلة رحم بعيدة من زمان. يقول كل ما جيت الأردن أمر عليهم، هكذا حالي أنا ولا أخواني ولا أبوي. فيقول أول ما كذا جات على بالي الحرمة الأردنية هذه، فقلت لزوجة الرجل اللي معي اركبي معي، أنا بوديك مكان إن شاء الله الله ييسر الأمور وننام الليلة عندهم. فيقول ركبت وراء. ركز، حرمة زوجها بالمستشفى طايح، عرفت كيف؟ أول ما ركبت وراء، تعرف أن هذه الحرمة بنت أصول، وتعرف أن الولد هذا ولد نشمي وأجودي. يقولوا مشينا والدنيا صارت ليل والطريق مظلم والهدوء ثقيل.
يقول وصلنا بيت العجوزة الأردنية، دقيت الباب، فتحت الباب. يقول أول ما فتحت ولا شافت قدامها الحرمة تبكي. قال السلامات، وش فيه؟ فدخلت سلمت عليها، شونك شخبارك؟ قالت منو هذه؟ قلت لها بعدين بقول لك. طيب وش فيه؟ يقول فقلت لهم القصة كاملة. يقول العجوزة الأردنية ضمتها لصدرها وقالت يا بنتي يا حبيبتي ارمي حملك على الله، الحمد لله والشكر لله وإن شاء الله خير يا بنيتي، والحمد لله أني الله عثرك بهالشاب. فيقول دخلتها البيت وسوى عشاء وجلسوا، والجو كان خليط بين صمت ودعاء ودموع وخوف وترقب. فالحرمة نامت عندهم والولد نام بالسيارة. الصبح قال العجوز تركبين معي أنت وهي نروح المستشفى، والله العظيم أنا مستحي أوديها لحالي. فبالفعل قالت لها أبشر. فركبوا وصلوا المستشفى، وأول ما دخلوا المستشفى قالوا وين أهله؟ قلت هذه زوجته. وبدوا يسألون زوجته الأطباء عن أكله عن أدويته. فتحت الشنطة وطلعوا 4 كراتين علاج، واكتشفوا أنه في دواء مكرر ونفس العلاج موجود مرتين. اتضح أن الريال أخذ جرعة مرتين بالغلط وسببت له مضاعفات قوية جدا، وهذا اللي أسقطه وأفقد وعيه، لدرجة أن الريال كان قريب جدا من الموت، لكن الله سلمه وكتب له عمر جديد. دخل العناية الريال 4 أيام. في البداية كانت حالته حرجة. يقول وأنا كل يوم أوصلهم وأرجعهم، وصرت خلاص جزء من قصتهم. أنا الحين صرت سند للحرمة، وهي كل شوي تقول تكفى لا تتركنا. فإذا صحى زوجي بقول له وقفتك معانا. عرفت كيف يعني؟ واللي دفعته بالرد لك، يعني تبي تقولها كذا بس ما قالتها. فالولد من القريات وهم من الرياض، لكن صار بينهم أخوة صادقة من موقف ما يسويه إلا الرياجيل الأوفياء. يقول بعد 4 أيام تحسنت صحته وطلعوه من العناية الغرفة عادية، وبعدها سمحوا لهم بالخروج. يقول جبت سيارتهم ووديتها عند بيت العجوز وقلت لهم أنا ترى برجع القريات. فقالوا له لا تنسانا ومر علينا إذا جيت الرياض. كم اللي دفعته ما كم؟ قال والله العظيم ما أخذ شيء. يا أخوي ما يصير. قال يا ابن الحلال معرفة الناس كنوز، روح اللي يستر عليك. أخذوا أرقام بعد وكذا، رجع هو القريات وهم رجعوا الرياض، وصار بينهم تواصل بسيط الفترة، وبعدها انقطعوا تماما قرابة 4 سنوات، لا اتصال ولا خبر. مرت الأيام، ترى الأيام تلهي الإنسان. يقول بعد 4 سنوات زوجة هذا الشاب السعودي زوجته مرضت مرض شديد، هو بالقريات، وكتبوا لها تحويل طبي من القريات إلى الرياض. زوجها راح معها مرافق ودخلت مستشفى الملك فيصل التخصصي. الولد جلس جنب زوجته أيام ونفسيته تعبانة وروحها مكسورة، وهي المسيكينة تحت العناية، وهو ساكن قريب من المستشفى لحاله. يقول تعبت من الوحدة وما عاد أتحمل الوحدة، وفجأة وأنا جالس تذكرت الرجال اللي أنقذته قبل 4 سنوات وأنه من أهل الرياض. فقلت أدق عليه ولا ما أدق ولا؟ قال بدق عليه. يقول اتصلت وسلم علي وسلمت عليه، شلونك شخبارك كيف حالك انت وين؟ قال لا أنا بالرياض، والله عندي كذا كذا، زوجتي مريضة وهنئي بالمستشفى. قال بالرياض وين؟ قال بالمكان الفلاني. قال والله العظيم يا ولد 5 دقائق وألقاه فوق راسي. وهو قال لي 5 دقائق وأكون عندك. يقول بالفعل 5 دقائق ولا هو عندي، كان نازل وطب علي من السماء. يقول دخل علي وقال وش عندك وش فيه؟ قلت لها عن زوجتي ووضعها وتعبها. فقال تعال معي. فيقول أخذني بيته وعشاني وعرفني على أخوانه، وقال الأخوانه تذكرون الريال اللي سوى فيني كذا كذا يوم طحت وأنا في القريات وأنا على حدود الأردن. قال هذا هو النشمي، هذا الأجودي. وسلم على الحرمة، يعني صار مثل أخوها، يعني عرفت كيف. يقول
رافقني كل يوم، ياخذني ويرجعني من المستشفى، وكل يوم يواسيني. وقال يوم عندنا استراحة شمال الرياض، ايش رايك تعال وسع صدرك. يقول جلست 1.5 شهر معهم، كل يوم ضحك، جلسات وأخوة، وقلبي اللي كان منكسر بدأ يرجع ينبض شوي شوي. لكن زوجتي كانت حالتها ميؤوس منها. يقول في يوم سهران معه ورجعني خوي للمستشفى. يقول أول ما دخلت قالوا ترى الدكتور يبيك. يقول دخلت على الدكتور، فالدكتور قال له لا تروح الليلة، اجلس عند زوجتك. خير وش فيه؟ قال ترى حالتها متأخرة ويمكن في أي لحظة تتوفى. يقول بالفعل قعدت عندها الليلة. يقول ثاني يوم توفاها الله، الله يرحمها ويغفر لها ويرحم موت المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يقول دقيت على خويي وجاه هو واخوانه، قلت له ترى زوجتي توفت وكذا. يقول جاه هو واخوانه كلهم وقفوا معي وقفة الرجال ما انساها، الرجل ما ينسى الوقفة طول العمر. فقالوا ندفنها هنا ولا نوديها الشمال في القريات؟ قال ندفنها هنا، كلها أرض المسلمين. وفتحوا العزاء عندهم واستقبلوا الناس ووقفوا معاه كأنهم أهله. يقول جو إخوانه وربعه وأهل زوجته من القريات. يقول والله هذا الرجال وقف معي وقفة ما أنساها دام إني حي. يقول بعد العزاء باس راسي وخشمي وقال تعال بيك بكلمة. قلت له خير. قال اسمع، ترى الموت علينا حق، وحنا مسلمين ومؤمنين بقضاء الله وقدره. فأنا بقول لك عندي أخت والله يا إنها ما تتخير عنك في طيبتك في أخلاقك، وأنا والله ودي أزوجك إياها. فقلت يا ابن الحلال ترى أنا تو طالع من عزا زوجتي. قال اسمع، ترى أختي موافقة، وأنا والله ما أبي منك إلا الموافقة، دبرها في راسك ورد علي. يقول ما حطيت الموضوع في بالي. فيقول رجعت القريات بعد شهر. يقول علم أهله وعلم أخوه. فقال له أخوه يا ولد من صدق قال لك كذا خويك؟ قال والله قال لي وعرض علي أخته وكذا. قال يا ولد وش قلت له؟ قال والله ما رديت ولا أعطيته خبر. قال يا ولد الرجال شاريك ويحبك ويمدحك من وراك، يبى توكل على الله يبي يعطيك اخته ذا، لا قال لك بهر ولا قال لك يا ولد روح توكل على الله واشتري اللي شاريك. فيقول رجع له وخطب اخته وتزوجها. يقول صارت اليوم أم عياله. فشوف سبحان الله، طلع من بيته يدور قطعة غيار لسيارته ولقى قدر أمامه، وحدة طايحة في صحراء، فما تردد وساعدها، ومن خلالها عرف ناس وأخوة وزواج وحياة كاملة. الله سبحانه وتعالى يسوق الأخطار بأسباب ما تخطر على بالك. يمكن تروح مشوار بسيط وتلقى أمرك الجديد هناك، يمكن توقف لإنسان ويوقف لك الزمن كله بعدين. هذه مو مجرد قصة زواج أو مرض أو وفاة، هذه قصة نية طيبة وفزعة ومعروف ورد جميل وتدبير من العزيز الحكيم. الإنسان إذا مشى بنيته والنية صافية وفيها خير للناس، ترى ربي يسوق لها الخير من أبواب ما كان يتخيلها. فهذه قصة الليلة، أتمنى تكون عجبتكم. وفي نهاية القصة رجاء إذا أنت مو مشترك في القناة فحياك الله اشترك ويانا، ورجاء لا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولا تنسى أن تترك لي تعليق. وانتظرني في سالفة جديدة وقصة جديدة على قناة سوالف دوحة. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.